سلام شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم عارفين رمضان شهر الفضيل على الابواب، ما باقي له والو يدخل علينا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي نصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله، صحتكم وصحه وليداتكم ان شاء الله. ونقول اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم كما ولفتكم خواتاتي جيتكم فيديو جديد. اليوم بغيت نشارككم معكم فقط القضيه نتاعي اللي كما نقولوا حنا شويه مصروف وجدناه رمضان ان شاء الله. بغيت نشاركها مع خواتاتي ونعطيكم فقط افكار اللي نحتاجها انا في رمضان ونبازي عليها بزاف باه ندير شويه وصفات، ندير فيها شويه تحليه، شويه منا شويه منا. راكم عارفين هذه هي. اليوم بغيت نشارككم خواتاتي كما راكم تشوفوا انا دائما نبغي هذه لاصوص كما راكم تشوفوا بنينه بنينه بزاف، تعجبني. نشريها من محل ليدل كما راكم تشوفوا، راني شريت منها كرتون وراه ديجا باقي عندي شويه. هذه خواتاتي ما نكذبش عليكم، حاجه اللي غادي نقولها لكم، راهي عندنا طوماطيس غاليه غاليه بزاف بزاف. هذه على هذه ما نجموش نشرو ديك الطوماطيس ونروحوا نطحنوها ونصنعوها صوص ولا امالي. ما تسلكنا غير هذه بري تاعها شويه معقول، نشروها تكون واجده نديروها في لي سوب، ولا نديروها كما نقولوا حنا في الحريره، ولا نديروها في لاصوص، ولا لاصوص على الحوت، ولا هي واجده كما نقولوا طيب مده 10 دقائق وصاي. هذه هي راني شريت منها كيما هكا. صح هنا شويه لي بات هذه للصغار، كيما نقول لكم عارفين بلي صغار يكون عاد صغار ما يصوموش كاع، تبغي دير لهم حاجه خفيفه. هنا كما راكم تشوفوا هنايا الليم جبته من الكبير، هذا الليمون من الكبير، وثاني معاه شويه نعناع. حتى من بعد ان شاء الله نزيد، ما لقيتش نعناع قضبه كبيره، راكم تشوفوا قداه قضبه، شوفوا غير قزه حاجه غير صغيره. ما عليش، المهم ان شاء الله من بعد ان شاء الله نشوف كاش محل واحد اخر ولا محل تركي بالك نلقى فيه نعناع هكا حاط منه ان شاء الله. هذه هذا السيترون ولا هذا الليمون ان شاء الله غادي نستعملوه باه نصنعوا شاربات ولا نصنعوا موخيطو ولا حاجه، ولا راني نشاركها مع خواتاتي. وديجا الوصفه تاع موخيطو راني شاركتها معكم قبل. اللي راه انتريسي بغى يشوفها ولا ينجم يدخل في الفيديو السابق يشوف ديك الوصفه روعه روعه، ننصحكم بها. تاني يجي الكو تاعها من الشاربات، يجي الكو تاعها شباب. كما راكم تشوفوا هنايا خواتاتي هذا البسباس، راني شريت هذا البسباس يعجبني بزاف نديره طاجين. ديجا راني شاركت معكم الوصفه، يجيني شباب بزاف. راني في رمضان بغي ندير غير هكا طاجين خفيف بالبسباس ولا بالبطه حلوه كما راكم تشوفوا. ثاني راني شريت شويه هنا بطه حلوه، ولا ثاني نديرها بالزيتون، البسباس مع الزيتون ثاني يجي شباب. هذا الزيتون تاع الطاجين كما راكم تشوفوا، هذا زيتون تاع الطاجين. نشري غير هاد القواطه الصغار كما هكا يساعدني كما نقولوا باه يجيك طاجين خفيف هكا وصاي ماشي حاجه كبيره. ثاني هنايا شويه خضروات، شويه ثاني فواكه، حاجه خفيفه كاش سالاد فروي ولا حاجه. السلطه ثاني، الجزر ما يخطيناش، كروطه راكم عارفين الحريره وكاع نقلها الكروطه بزاف. راني شريت انايا 2 كيلو كما راكم تشوفوا هنايا. وهنايا صح هذا افوكادو كاش سلطه، ولا ان شاء الله بالك نجرب معكم واحد الوصفه تعجبني بزاف تاع الافوكادو. بنينه بنينه بزاف بالزيت زيتون والليمون مع الدنوس ثاني تجي روعه ان شاء الله يا ربي. بالك نشاركها معكم. هنا خواتاتي هذه لا شابليغ، هذه لا شابليغ واجده. انا موالف نطيب الخبز في الكوشه كما نقولوا، نحمر هذاك الخبز زياده ونطحناه نديره هكا كما نقولوا حنا باه نسحقاه، نرمط فيه مسرده ولا نرمط فيه كاش حاجه ولا الدجاج ولا الفخوذه تاع الدجاج ولا الاجنحه تاع الدجاج يجي شباب. بصح من جربت هذا من محل ليدل ثاني، على ما ديك الحاجه اللي تقليها تجيك تقروش كما نقولوا حنا، تعطيك واحد القرمشه شابه بزاف. على هذا راني شريت من الحجم الكبير ان شاء الله، غير هذه قدني بزاف عليا. صح هنايا شويه بصل. هذا روز محمود، هذا روز بسمتي، هذا روز شباب شباب بزاف. كما هاو كاتبين لك محمود رايس. هذا نشريه من محل تركي. خواتاتي شباب شباب بزاف. هاي لا كولور تاعه كما نقولوا يجي كلشي، يجي بايلا، يجي طاجين، يجي محمر، يجي سلطه، يجي كلشي وين تحطيه يجي. صح هنايا طماطم. هنا تاني كما راكم تشوفوا هذه الزبده تاني ما تخطينيش. هذه الزبده نبغي نطيب بها بزاف الخضرات هكا ولا الحوت ولا دجاج ولا سكالوب، ولا دائما نبغي ندبل بها تجي شابه بزاف. كما نقولوا حنايا تخلي لك اللحم ولا السمك ولا الخضره تاعك تكون طريه. جربتها بالزيت، خطات الزيت يخلي ديك الحاجه تكون شويه قاصحه مقرمشه، بصح هذا دائما يخلي لك ويجي عنده واحد الكو يجي شباب. كما راكم تشوفوا قالك تنجموا تصنعوا به، تنجموا طيبوا به، تنجموا تقلوا به. هنا ثاني هذا الخبز
خبز التورتيلا كما راكم تشوفوا. هذه هي اللي قلت لكم عليها خواتاتي تاع الافوكادو، ان شاء الله حتى نجربها معكم. هذا خواتاتي ما غاديش نصنع به لي ساندويتش، بالك نصنع به كاش مملحات ولا، لكن بالك نجرب معكم الوصفه تاعي اللي موالف نديرها في رمضان، تكون مملحات هكا صغار ولا بالخضر ولا بالدجاج ولا باللحم ولا تكون غير بالخضره سامبل، هذا مكان والفرماج. ان شاء الله يا ربي نشاركها معكم. انا تاني شويه سكر، راكم عارفين شويه حلويات في رمضان نبغوا نديروا حاجه تحليه ولا صح. هذا تاني هنا تاني شويه فرينه. كما راكم عارفين خواتاتي غلاء الاسعار، الفرينه كنا نشروها غير 39 سنتيم، دروك راهي 79 سنتيم، باه تشوفوا شحال زادوا الدوبل، يعني الثمن بالدوبل. هذه يلا يجيب الخير وصاي والله. الله يحسن نعاون المسكين في مرحله دي غلاء الاسعار، والله يقدرنا وصاي. هذا مكان والله كل شيء زادوا فيه، الله يجيب الخير. كما راكم تشوفوا هذا كورنيشون تاني باه نديرو فقط تزيين في السلطه. هذا البيستو تاني يعجبني، نبغي نصنع به لي صوص، وديجا راني جربتها معكم في السباغيتي تاني. هذا يجي شباب في لاصوص، يعطيكم واحد الكو روعه. تاني شيت من هذا النوعيه تاني، هذا بالفرماج رابي، يعني الداخل فرماج مع البيستو. صراحه حمص هذا طايب كما نقولوا حنا. ملي تبغي طفي على المرميطه تاعك مابا 10 دقائق ولا ربع ساعه تقيسي فيه هذا الحمص سالمو لي طايب، يعني كون تزيدي تخليه يطيب بزاف غادي يروح لك روينه كما نقولوا كاع يتفتت. بصح الا بغيتي حب مابا 10 دقائق تقيسيه وتطفي المرميطه تاعك. ان شاء الله من بعد غادي نشري داك الحمص اليابس ونفخه ان شاء الله باه ندير به الفلافل ان شاء الله. وديجا راني شاركت معكم وصفه تاع الفلافل، يعني باش ما نقعدش نكرر في الوصفات وكاع يباه تعرفوا. صح هذه الصوص كما نقولوا حنايا الصوص الكونسونطري هذه. ثاني هادو المكسرات صح هذه شفتوها للصغار، هذه للصغار هذه. ثاني هذه كما راكم تشوفوا هنايا دين اللوبيا الحمراء الفلفله والمايز، هادو علامه والله لهنانا محل يدل زعما وجدهم لنا كما نقولوا حنا اصحاب الفنيانات اللي ما يبغوش يوجدوا تاع المصيدوان تاع رمضان. هذه راهي واجده، يعني غير غلي الروز تاعك وخلطيها مع هادو المكونات، المصيدوان تاعك راهي واجده. ان شاء الله نشارك معكم التزيين تاع السلطه. هذه تاع زبده عاديه، هذه تاني مقرمشات بطعم الجبن كيزه كما راكم تشوفوا هنا تاني تاع الصغار. الزيت ما نهضوش على الزيت تاني راه في غلاء فاحش كما نقول بزاف ولا طلع. تاني هذا كاش مكسرات نديروا بها كاش تحليه، ولا ان شاء الله كاش نزوقوا بها طاجين برقوق ولا هذا مكان. بغيت نشري تاني البرقوق تلقيت تاني غلاه بزاف ليدن قارح ان شاء الله حتى لا ربي يكتب ان شاء الله حتى نروحوا الميلوز ونشوفوا بالك في داك المحل الجزائري كاش ما نقوش فيها برقوق ولا. انا خواتاتي ديجا شاركت معكم هذا الزيتون، يعجبني بزاف نديرها في السلطه. الزيتون تلقوا فيه الداخل حبه تاع اللوز ها ولا كما راكم تشوفوا، ويجي مزيت يجي شباب بنين كما نقولوا حنايا. الا ما كانش عندك داك الزيتون مرقط نجمي غير هذا ديري عليه زيت زيتون وبالحار. من بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه تاعها كي غادي نديره. صح كما قلت لكم هذا الزيتون طاجين. كما قلت لكم الشيرات هذا الزيتون ماشي كما تاعنا تاع البلاد اللي تغلي دو فوا ولا طروا فوا ولا ديري له بيكربونات ولا حاجه ولا مانيش عارف بتروح لك ديك المروريه تاعه. هذا لا، هذا تغليه مابا ربع ساعه ولا 10 دقائق وتصفيه خطره واحده بزاف عليه صاي ما يبقى لا مول لا والو. صح هنايا الملح هنايا الطون ثاني هذا نخلطوه ان شاء الله في المصيدوان. وهنايا ثاني هذا الثوم غبره، حوست على البصل غبره ما لقيتش، يعجبني باه ندير تتبيله تاع الدجاج ولا تاع اللحم يجي شباب. المهم راني تلاقيت غير هذا البصل غير هذاك الثوم. هنا هذه ثاني صوص واجده ثاني خطات كما نقولوا تكوني عايه ولا كاع عارفه مع الصيام وكاع بلا ما نصنعوا الصوص ولا. هذه راهي واجده فيها البيستو فيها الطوماطيس فيها البصل واجده، غير تطبخيها وتخلطيها مع المكون تاعك اللي بغيتيه. انا ثاني خواتاتي من محل ليدر نبغي نشري هذه الشوكولا تعجبني بزاف. هذه الشوكولا من محل ليدر رخيصه، هي رخيصه كاع في المحل يدل تعجبني كما نقولوا حنايا جايه سامبل بالحليب ولا هذه هذه شيتها بالزبيب بغيت نشريها غير كحله شيتها بالزبيب ما شفتهاش معليش. المهم هذه نبغي كما نقولوا حنايا نصنعها غير في الديسير ولا نصنعها كما نقولوا نبغي ندير تحليه تاع رمضان ولا نسحقها شوكولاته تاع تزيين ولا نستعملها في التزيين. هذه هي. وش ثاني راكم عارفين كما قلت لكم المره اللي فاتت كل ما نروح المحلات دائما نشري شويه صوالح تاع كاطو نوخرهم على جهه ما تحسيش كش ما نبغي نصنع حاجه ولا حسل شويه شوكولا شويه ثاني هذه فيرميسال تاع الحلويات. هذه ثاني تاع الديكور تاع الزواق. هذه لافاني السكر الفانيلا هذه نقول تاعها شباب بزاف احسن من هذه.
هذا تاع كاطو نورمال. بصح الا بغيتي تكون عندك فاني الكو تاعها كيما نقولوا حنايا قوي بزاف، ننصحكم تشريو هذا السكر تاع لافاني يجي الكو تاعها شويه بزاف. وهذه ثاني شوكولا للتزيين، ثاني نبغيو نصنعوا بها اون طاخت ولا نصنعوا بها كاش كاطو ولا حلويات. راني ديجا شاركتها معكم، ديرها كدوب شابه بزاف وبنينه. وثاني البيض، راكم عارفين البيض. البيض ثاني خواتاتي زادوا فيه بزاف بزاف، الله يجيب الخير وصاي. كما قالت لي وحده الاخت في فرنسا، كانت وحده كما نقول 30 حبه، كنا نشروها غير ب 4 اورو ولا 3 اورو، دوك راهي توصل حتى 6 حتى 7 اورو. المهم ان شاء الله ما يكون غير خير. كما راكم تشوفوا خواتاتي هنا صح شويه حليب، شو نصنعوا فلون ولا كاش ديسير تاني ولا. وتاني بعض الخضروات كما راكم تشوفوا هنايا، راني ستفتهم كاع في هذا القجر تاعي كما هاك. على هذه الطريقه دائما ندير صوالح نسحقهم من الوالا. وهذا تاع الديسير ولا راه معليش راه مليها. وهنا ثاني شريت شويه لحم، شويه كبده تاع دجاج هكا، واحد يديرها صوص ولا يديرها مشرمله هكا مدبله ولا. وجيت ثاني الشابه بلا صوص وكاع. هنا ثاني شويه لحم تاع بقري هذا. ثاني شويه كما نديروا شويه طاجين ولا كما قلت لكم طاجين الزيتون ولا حاجه ولا. ويعجبني هذا كما نقول من الرقبه تاع البقره، يجي شباب ويجي طري وكاع. وهذا ثاني سكالوب كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا ربي كاش ما نديروا به كاش وصفات شابه ان شاء الله ونشاركها مع خواتاتي. وهنا هذا ثاني السجق. هذا السجق روعه روعه بزاف، يساعدني خاطر في السحور تتلف لي ندير ولا للسحور. هذه هي نجبدوا شويه السجق نديروا بالبيض ولا حاجه خفيفه تعاون بها في السحور ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا الشيرات. هاني اللحم تاعي دائما نقطعه على هذا الشكل، نبغي نشريه مورسو ولا نقطع على حسب ما راني باغي نستعملها. كما راكم تشوفوا راني درت هكا شرائح هكا، ان شاء الله غادي نديرهم يا مدبلين ولا نديرهم كما نقولوا طاجين هكا يكون محمر ان شاء الله يا ربي. وندسهم كاع على حسب الكميه ندسها في الشاصي. وانا شريت غير شويه صوالح كما راكم تشوفوا. هذه موزاريلا تعجبني بزاف نديرها في السلطه، شويه ياغورت للسحور. هذه ثاني ان شاء الله كاش ما نصنع بها ديسير ولا تيراميسو ولا حاجه كما راكم تشوفوا. تحليه ان شاء الله في رمضان. هذه كما وريتكم ديال الزبده، هذه ثاني نستعملها باه ندير بها محمر ولا ندبل بها سكالوب ولا حاجه هكا باه يجي اللحم طري. وهنا ثاني هذا الفرماج جبنه طريه كما نقولوا، نقدروا نديروها ثاني مع مسكربون جبنه، نقدروا نصنعوا بها تشيز كيك ولا نصنعوا بها نستعملها في البوراك ولا في الكغاتا ولا. ثاني هادو لي في كيما هكا تاع فرماج. وثاني هذا الفرماج شباب ثاني تاع المقارون. وهذه ثاني موزاريلا مرابيه، هادو كاع نستعملهم ان شاء الله في المملحات يا ربي. لحيانا ربي ان شاء الله نكونوا ملحيين. هذه ثاني هي مسكربون ثاني ان شاء الله يا ربي نصنعوا بها كاش تحليه ولا تيراميسو ولا حاجه خفيفه رمضان كما راكم عارفين. وهذا حمص طحينه يعني حمص مطحون، هذا ان شاء الله يا ربي نصنعوا فلافل ولا بوراك ولا اي ولا كبه ان شاء الله بربي. هذه يجي شباب معاهم نحطوهم هكا. وهذا فرماج رابي. وهذا تاني شويه سومو، هذا نستعملوه تاني تزيين السلطه ولا تاني نجمو نديروهم في المملحات كما راكم تشوفوا خواتاتي. تاني هذا فرماج عادي تاني نستعملوه في المملحات. هادو كاع درتهم كما نقولوا حنايا شريتهم وخرتهم باه كاش وصفات ولا ان شاء الله راني نشارك مع خواتاتي. كما راكم تشوفوا الشيرات راني نقيت الثلاجه تاعي كاع، نقيتها بالجافيل نقيتها وكاع، وستفت هادو لي ناب هادو عالم يساعدوني. بقى الفريجدان تاعي نقي كما راكم تشوفوا. بديت نستف صوالح هذيك هي باش ما يخسروش وكاع اي حاجه نسحقها نديرها في الثلاجه. وكاين شي خضره واحده اخرى تقعد في البرا. كما راكم تشوفوا الشيرات هذه فقط التحضيرات الاوليه اللي راني وجدتها. انا دائما ما يبقى لي اسبوع الاخير لرمضان نستف صوالحي ونقي ونخمل وندير زعما خطره واحده. كما راكم تشوفوا راني ستفت كلشي هنايا في الثلاجه تاعي على هذا الشكل، وتبقى الثلاجه منظمه ومستفه. كما راكم تشوفوا الشيرات هي الخضره تاعي راني كاع ستبتها هنايا. كما راكم تشوفوا هادو الصناديق الصغار راني ديجا شاركتهم معاكم من قبل نهار اللي شريتهم وكاع. قلت لكم على ما ساعدوني راني كما نقولوا حنا يبقى الثلاجه تاعي تبقى نقيه ومستفه وكلشي منظم فيها. ننصحكم بهم خواتاتي، هادو الصناديق شابين بزاف، ماشي غير الثلاجه تنجموا ديروهم في الماري وحاشكم التقاشير ولا اي حاجه تنجموا صوالح تلموهم فيهم زعما ملاح ملاح بزاف. كما راكم تشوفوا هذه هي هذا هو
خواتاتي وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، فقط هذا العرض الاول. ان شاء الله يا ربي من كاش من وجدوا توابل وجوج صوالح الاخرين تاع البدايه تاع رمضان ان شاء الله راني نشاركها مع خواتاتي. نقول لكم اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ونقول لكم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ونقول لكم تصوموا بالصحه ان شاء الله، ويدخل عليكم رمضان بالصحه والصبر ان شاء الله يا ربي. تهلاو في روحكم، ما تنسوش خواتاتي بالبصمات، ربي يحفظكم. واللي جا جديد نقول له مرحبا والف مرحبا، ما ينسانيش فقط بتفعيل الجرس. ربي يحفظكم خواتاتي، تهلاو في روحكم.